هاد الفيديو ما كنصحش فيه الناس اللي قل من 18 سنة. تفرج بوحدك ودير الكيت. هذا صاحبي حلو في الغابة، مسمي عليه هكا حيت كاع الناس عندهم دماغ، الا هاد خونا بلاصة الدماغ عنده حمار ميت. هو في اللحظات الحميمية وكيشطح مع بنت دبر عليها في واحد الحفرة في تايلاند، ومع خونا حبسها المعلومة غير باستو هو يزرب عليها خشى يدو. وهنا الأول مرة دار فيا شوفة ديال شي واحد داخلها الموت. خرج يدو تما غادي كيجري ويغوت. علاق، راه ولد ماشي بنت. ومع سمعت القضية وصحاباتها دايرين بيا تاكتيفا عندي المود سيرفي. غاديين هربانين وصاحبي كيغوت. بنات الحرام كانوا غايديروه لينا، وبقى يجري ويهترس تا وصلنا للوطيل. اول نهار ومع حطينا رجلينا في تايلاند ووصلنا للوطيل وخوينا لي فاليز. حلو في الغابة بريحة صنانو، وباقي ما بدل حتى تقاشرو من الفول اللي ضربنا فيه كثر من 48 ساعة بالإسكالي وتمارة ديالو. دخلت ندوش وهو يبدا يدق عليا، واطلق راسك نخرجو نفوشو. واخا كنت عيان مسخسخ دوشت بالخف وخرجت معاه، حيت عرفت خونا ما يديش الناس هاد الليلة إلا ما قصرش. هبطنا وسولت الريسبسيونيست على لي زوندروا فين نقدروا نسهروا وندبروا على ريوسنا. كانت واحد البنت كيوت من النوع اللي كتهضر معاك كتبدا تبتسم غير بوحدك. بقيت غير حال فيها فمي حتى جرني عشيري وقال لي بقى حال فمك انت جاي تصاحب ولا جاي تقضي. وفكرني في الميسيون اللي جايين على ودا. الهدف ديالنا في الحياة هاد اللحظة هما لي فاكونس ديال طرطق البارود. مشينا لفين عتات لينا الريسبسيونيست وكنت خايف ما تفهمنيش شنو باغي بالضبط. مي صيفطتنا لواحد الزون نايضه فيها ديال بصح. داكشي اللي كنقلب عليه انا وحلو في الغابة. واحد الطوالة ما كتساليش، بين بار وبار وبين بواط وبواط. الزهو والنشاط ما كيساليش 24 ساعة على 24 ساعة. والزحام برا قبل حتى ما تدخل. تيكنو ترونس الكترو كلشي لايح ليها ومكونيكتي. كلشي كان زوين من غير حاجة وحدة اللي خايبة. كلشي كانت عنده عادي، المراكنة نقازة الفرانسيس كلشي متعايش معاها من غير انا وعشيري. وهي ان شي ساطاش كدوز من حداهم كيسماكيوك من اللور. وحنا المغاربة ما كنضحكوش في هاد الشي، اصلا كتكون غير في الطوبيس وكيقيسها ليك شي واحد بالغلط واخا تكون بنت اللي قاستك. كتشعل عندك البوله ونورمال نخاف عليها حيت الزمان غدار. المهم بقينا نتسركلو حتى وقف عشيري شاف واحد الحفرة وهو يقول لي اجي ندخلو هنا. شفت الساطات اللي كيستقبلوك في الدخله عند الباب، ورجع شفت في صاحبي وفهمت علاش حلو في الغابة عنده واحد الذوق في شكال عزيز عليه البوالورد. الليلة الأولى خرجت لينا الميسيون افير كان كالمي بحلو في الغابة وهو مشوكي. كنقول ليه عطا الله الحفاري شوف شحال كاينين، وهو مزري كيقول لي لا والو نمشيو للوطيل. بغيت نجرو معايا وهو يوقفني وغوت فين غادي بيا. قسمني بالضحك وفهمت باللي خونا محتاج ينعس باش يرتاح نفسيا من الصدمة اللي فشات ليه ليغو ديالو. رجعنا للوطيل عشيري يطلع للشومبر ديريكت ديالو. انا وقفت كنهضر مع الريسبسيونيست، عاودت ليها الفيلم قالت لي خاصو يكون كول. داكشي عادي عندهم، غير بالهضره وبالضحك كيدوز الميساج. ما كناكلش اللوبيا وخرج من باب واسع، وانا كنبين ليها بلي اوبن مايندد والقشابه واسعه وما عنديش هاد النوع د المشاكل. ارتاحت ليا وخدات راحتها وبدات تعاود ليا القوالب اللي عندهم في ديك البلاد. وهنا فين تصيدت وفهمتني غلط. الغد ليه فقنا فطرنا وبيان سور كانت تانكيش في الماكله. كاين غير الحار، وحتى الا قلتي ليه ما ديرش الحار يلا كيجيبها تعادل. ولكن المشكل الخايب هو ما كاين غير الحلوف وما كاينش لحم حلال. انا قلبتها فيجيتاريان ديك المده كامله، كاين غير الاعشاب وحشائش الارض. صاحبي باللوجيك البدائي ديالو قال لي اصلا حنا مكحلينها مع ربي اللي جاي لهاد البلاد، سير كل الغازون بحال الدود. انا غنقصي اللي بغيت. الليل لبسنا قادين الحاله خارجين والريسبسيونيست كتشوف فيا وكتضحك، وكنت على بونش غندير بالناقص ونرجع نبقى شاد مع الستون. ما يمكنش الخوت تخلي حلوه د اللوز وتمشي مع حلو في الغابه، ما يكونش خايف يدير شي مصيبه سورتو انها خدها بيرسونيل. وفي الطريق وحنا راكبين في التوك توك، وبالنسبه اللي ما كيعرفش التوك توك فهو ريبورتور عندنا حنا. غير التوك توك سهل عليه الله وكمل قرايته، وكاي مول التوك توك تما كتلقاه شي فور
وكيديالي. حلو في الغابة شرا من عنده جميع أنواع الحب وأي نوع التقطيرة دارها، اللي كتقطر في اللسان، اللي كتقطر في العين، كون كانت شي تقطيرة كدار في بلاصة أخرى كون دارها. خونا حالف حتى يهز لينا الدرابو. وصلنا لبلاصة الحفاري وحنا غاديين في طوالة ديال لي بواط. خونا ضارب ايربودز في الودنين وكيسمع الأبيات الشعرية ديال سعيد الزياني. الكاس اللي كيتبروبوزا عليه ما كيعطلوش. هنا موقيش خايف من هذيك القضية، ولكن خايف خونا يغيب كوما بسبب الالكول. وهذا الشيء لاش ضروري الواحد يتفادى الالكول على قبل صحته، وحتى الا ما قديتيش غير تجي خفيف وبلاش من ديك الشربة ديال الجهالة. ومن بعد هاد الليلة وشنو وقع في دوك الحفاري ولاو كيعرفوا المغاربة. خونا شرك كل شيء، خونا ما زكاش اليابس والاخضر، الناطحة والمشردية وما عفى السبوع. وكان هذا هو البروغرام يوميا. كان في قوة الغدا كننزلوا للبحر نبقاو شادين ستون حتى كتقرب تطيح الشمس. عشيري كيمشي للبار د لوطيل يطيح الباش، وانا كنبقى في الرولاكس نشوف الغروب وبريان ادمز في الودنين. هاد اللحظات عمري نساها. كنرجع للوطيل نتسنى خونا اونتر طون كنبقى شاد ستون مع الريسبسيونيست. نهار على نهار الكيمستري بدات خدامه، ومره كتسالي الشفت الخدمه ديالها مع وقت الخروج ديالنا، وكانت توانسو في الهابي اور وكتمشي بحالها. من بعد وحنا كنكملوا الصواري ديالنا، وليت كنفضل نبقى معاها على نمشي للحفاري وندبر على بنات اخرين. واحد الليله كنت جالس في الريسبسيون كنتسنى في حلو في الغابه وكنشوف ديك البنت، والفيلينغز اللي كنحس جيتها. نزل عشيري وانا نقول ليه الليله ندبر المحاينك ما نخرجش معاك. ونط عندها وقلت ليها غادي نتسناك حتى تسالي الشيفت ديالك وغادي نوصلك، حيت ما باغي ندير والو هاد الليله من غير نكون معاك. عجبها الحال بيان سور. غاديين وكنفلورتيو غير بالهضره، وخالق السعاده احسن من البلانات البنات اللي دوزت مع صاحبي، حيت هاد الشي فيه الفيلينغز، والشي الاخر غير تدواز الوقت وغير فيك بالنسبه ليا. وصلنا لحدا دارها، مع سلمت عليها وبغيت نتحرك حلات الباب وجراتني لداخل. وكانت احسن ليله عندي حيت زايده افيكشن وايموشن. ابخي هاد الليله ضربش على البلاناج مع صاحبي وكنبقى غير مع كاندا. ونقدر نقول باللي وليت كنبغيها شويه، حيت فاش كنفكر فاش غيسالي الكونجي غادي خصني نرجع للمغرب ونتفرق مع كاندا. كتشدني الحرقه في المعده. هادشي كان في افريل 2020 اللي داز، فين ولا انتردي تدخل ولا تخرج من المغرب بسبب المرض. وحصلت في تايلاند مده الحجر الصحي كامله. في الاول كانوا مازال عندي فلوس وكنقول هانيه سيمانه ولا جوج وتحل الحدود ونرجع، ولكن المده غادا وكطوال والفلوس غادا وكتقادا. حلو في الغابه صوفا راسو بلي كونتاكت اللي دار في الحفاري، ولا سارح مع واحد الكليكه ديال الشوغر مامز وهما اللي كيخلصوا ليه المصاريف. كان كيقول لي تحرك معايا نوريك البلان. وكون ما كانش كاندا اللي وقفاش معايا في ديك الازمه كنت غادي ندير بحالو. طلعت معايا بنت الناس بمعنى الكلمه، بشويه ديال الفلوس اللي كانوا يصيفطوا ليا من المغرب، زائد شويه ديال الفلوس اللي كانت كتاخذ كاندا من الشوماج حيت بركوهم من الخدمه وما بقاوش لي زوطيل كيخدموا. عشت معاها المعنى ديال السعاده البسيطه، وعرفت المعنى ديال تعيش مع الانسان اللي كتبغي. ديك 6 شهور دازت عندي بحال شي شهر العسل طويل وما كيساليش، حتى جا داك النهار. وكيف اي قصه كيكون واحد النهار اللي كيصرفقه معك الواقع. باركين ناشطين هضره تجيب هضره، وكنوريها التصاور ديالي في المغرب وهي تقول لي بغيت نشوف فاش كنتي صغير، وانا نوريها التصويره ديال المدرسه فاش كيستفوهم في الساحه وكيجيبوا مصور وكتخلص 4 دراهم التصويره. وفاش كتكبر وترجع تشوف التصويره كترياليزي بان النص في اللي قراو معاك سوا في الحبس ولا تصدى. وإلا كنتي كتفرج في هذا الفيديو وانت بكامل قواك العقليه فاعتبر راسك من المحظوظين، لانك مازال شاد في راسك. نفس البلان حتى هي جبدات ليا تصاور المدرسه فاش كانت صغيره باش نقشعها. ديجا ميسيون صعيبه حيت كيتشابهوا بزاف. البنت الاولى لا، الثانيه لا، وبدا يطلع معايا ستريس ديال البنت اللي كان بغي وما عرفتهاش، وهي جابتني في المحاوله الاولى. درت على كاع البنات في التصويره حتى وصلت للاخره وقلت لها ديزولي ما قشعتكش، حتى درت عليهم كاملين. بقيت كنشوف في ديك البنت الاخره وقلت لها كنتي في شكال في صغرك تبدلتي بزاف، وقالت لي لا ماشي انا. هنا مازال ما فهمت والو، ولكن فاش حطا صباعها على ولد
وقالت لي انا هي هذا. الله اكبر، يعني كانت ولد وانا تشدني التبوريشه وبدا يخرج مني العرق بارد. ما بقيتش قادر نهضر. شفتني في ديك الحاله تصدمات حتى هي وقالت لي سوري، فهمتك غلط من النهار الاول. كان يسحب ليا اوبن في هاد البنانات. ما جاوبتهاش، ناض جمعات حوايجها ووقفات حدا الباب وقالت لي ماشي نبيله تزاديت ولد، ولكن في الداخل ديالي انا بنت. ما اديت حتى واحد من غير انني بغيت نعيش بطريقه اللي متصالحه فيها مع نفسي. كنعتذر الا ما قلتهاش ليك في الاول حيت كنت فاهمك غلط، وسدات الباب ومشات. فاش كنت تفكر هاد البلان كيضرني خاطري بجد على الرياكسيون اللي درت، حيت كإنسانة تستاهل كل الخير على داكشي اللي دارت معايا. وسيرتو فاش كنفكر باللي على المستوى الشخصي كاندا كانت بنت بمعنى الكلمة، لا لداخل ولا برا. وبالرياكسيون اللي درت حطمتها بالصح. ما كنظنش انها تقدر ترجع بيناتنا شي حاجه، ولكن من الداخل ديالي ما كرهش كون ما خداتش الامور هذا الطريق. كون كاندا تزادت بنت وما زايدها ما ناقصها والو، ولا كون بقيت عايش بالاعتقاد الخاطئ بانها بنت عاديه وعمري نعرف هذيك الحقيقه من الاساس. وفي الاخير كنبغي نشكر قناه شوف قصتي اللي عطاتنا فرصه نشاركوا قصصنا، وحتى نتوما